هو ليه أسعار الذهب بتتغير كل كام ساعة؟ ومين أصلا اللي بيحدد السعر ده؟ أكيد السؤال ده جه في بالك قبل كده، خاصة لو أنت داخل على خطوبة أو قررت تشتري ذهب علشان تستثمر فيه مثلا. وإزاي سعر الذهب عالميا ممكن ينخفض بس بتلاقيه بيزيد في مصر؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. في البداية لازم تعرف إن سعر الذهب في مصر بيتحدد بناء على عاملين. الأول هو قيمة السعر العالمي لأونصة الذهب بشكل يومي، وقيمتها بتكون بالدولار. وأونصة الذهب وزنها بيكون 31.1 جرام دهب. وسعر الأونصة العالمي بيتحدد مرتين كل يوم في سوق السبائك في لندن، وكل يوم الساعة 10:30 الصبح والساعة 3 العصر بيتحدد سعر الأونصة. أما العامل الثاني فهو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي أي تغير ولو بسيط في العاملين دول بيتسبب على طول في تغير سعر الذهب. فلو زاد سعر أونصة الذهب عالميا أو زادت قيمة الدولار قصاد الجنيه فبشكل تلقائي سعر الذهب بيزيد في مصر. وتاجر الذهب بيحدد سعر الجرام بشكل يومي من خلال إنه بيشوف سعر أونصة الذهب عالميا بكام، وبعدين بيحول سعرها اللي بالدولار لما يعادل قيمته بالجنيه، وبعدين بيقسم الناتج على رقم 31.1 علشان يحدد سعر الجرام الواحد من الذهب، بما إن الأونصة 31.1 جرام. وطبعا الحسبة دي بتتعمل مع كل عيار ذهب سواء كان 24 أو 21 أو 18. والمثال ده هيفهمك الصورة بشكل أوضح. فلو فرضنا أونصة الذهب عالميا ب$2000 فسعرها بالجنيه هيكون 60,000 باعتبار قيمة الدولار ب30 جنيه، وبالتالي سعر جرام الذهب هيكون 1929 جنيه. عشان كده ما تستغربش لو لقيت سعر الذهب زاد في خلال دقايق، وده بسبب تغير سعر الذهب عالميا أو تغير سعر الصرف، لأن العملية كلها عبارة عن حسابات رقمية مرتبطة ببعض. طيب أنت هنا ممكن تسألني، هو إيه سبب التغيرات الكبيرة اللي بنشوفها في سعر الذهب في مصر؟ وليه ممكن يحصل انخفاض في سعر الذهب عالميا وبرضه تلاقيه بيزيد في مصر؟ ده بتيجي إزاي؟ والإجابة باختصار إن ده بيكون نتيجة حدوث اختلال في ميزان العرض والطلب، لأن في الظروف الطبيعية زيادات الذهب بتكون تدريجية وبتكون على المدى الطويل. لكن لما يختل ميزان العرض والطلب في ظروف استثنائية زي إن سعر الصرف يزيد فبيحصل زيادة كبيرة في سعر الذهب، وده بيتسبب في حدوث ظاهرتين عكس بعض. الأولى إن الناس بتبدأ تشتري ذهب بكميات كبيرة في وقت قليل علشان يقدروا يستفيدوا من زيادات الأسعار دي بعدين، فده بيزود الطلب على الذهب لأن الناس بتتعامل معاه كاستثمار في الحالة دي. وفي المقابل أي شخص مع ذهب بيحتفظ بيه لأطول فترة ممكنة وما بيفكرش يبيعه لنفس الهدف، ومش من مصلحته يبيع طول ما سعره بيزيد. وفي الحالة دي الناس بتشتري كتير وبتبيع قليل، وده بيعمل ارتباك في سوق الذهب وبيخلي الكمية المتداولة والمتاحة في السوق أقل من الطبيعي، خاصة إن الذهب سلعة نادرة بيعاد تدويرها وصياغتها، والكميات اللي بيتم إنتاجها وضخها في السوق بتكون قليلة جدا. وكل العوامل دي مع بعض بتعمل قفزة كبيرة في أسعار الذهب وفي وقت قليل، وسعر الذهب بيفضل مش مستقر حتى لو انخفض سعر الذهب عالميا. وبمجرد ما الحالة دي تختفي ويرجع ميزان العرض والطلب لوضعه الطبيعي بيرجع سعر الذهب يستقر من تاني، بيكون مرتبط بشكل مباشر بسعره العالمي. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.